بقى عاملين ايه النهارده؟ كده هنعمل شاورما نحط عليها فحم كده اديها ريحه جميله. تابعوا معايا الفيديو. هنا بصلايه وبرتقانيه صغيره وطماطم. معانا هنا معلقه بابريكا صغيره. حطينا كده البهارات وحطينا فلفل اسمر معاها. البهارات دي جاهزه من عند اي عطار كده بتبقى موجوده. بهارات شاورما ومعانا الملح. حطينا ربع كوبايه زيت كده. هنضرب كله في الخلاط. حطينا الخليط بتاعنا اهوت على الصدر بتاع الفراخ الصدور. نقلب بقى كله كده. كده كان عندنا صدر فرخه كده في الفريزر طلعناه كده وعملناه. انا هنا معلقتين زيت بقى نحطهم كده عليه على الوش. هنسيبها بقى في التلاجة ساعتين ونرجع لكم. التتبيله بتاعتنا اهي هنحط فيها شويه زيت كده معلقتين زيت. بيدور عليا بيدور عليا. سخنت اهي. حطينا الشاورما بتاعتنا شويه شويه كده مش هنحطها كلها مره واحده. النار طبعا عاليه. الشاورما التانيه كده اهي. كده هنقلب اهي. بقت الشاورما كل وشه خدت لون اهي بقت كلها كده لون واحد. قلبناها بقى خدت لون اهي. هنسيبها بقى تستوي كده. الالوان اهو حطيناه. نقلب بقى كده. الفراخ بتاعتنا اهي شوحناها كده مع الفلفل الالوان. طبعا الفراخ دي احنا كنا عايناها في الفريزر بنطلع دلوقتي كده. احنا مبنشتريهاش دلوقتي عشان غاليه. حطينا عليها فحم كده زي ما قلنا لكم في الاول. كاتشب على مايونيز. معانا بطاطس محمره كده. حطينا بطاطس محمره معانا. وهنا معانا الشاورما كده بس كده. معانا جبنه كده موزاريلا. هنلف بقى كده كده. بصوا نعمل واحد كمان معاكم. نعمل رغيف تاني مع بعض كده. شابوا المايونيز اهو. حطينا الجبنه كده اهي. لف بقى اللفه كده جميله كده اهي. نقلب الكريب كده. خد لون حلو اهو. اللون اللي هو الدهبي دوت ما نحرقوش قوي كده عشان يبقى حلو. الفيديو بتاعنا النهارده اهوت. عملنا الكريب بطريقه جميله كده. جربوها هتعجبكم. ان عجبكم متنسوش تشتركوا في القناه. متنسوش في لايك وشير. اللي بيتابعني على الفيسبوك يعمل لايك وفولو للصفحه.